انباء عن جواز مها الصغير طليقة احمد السقا من طارق صبري طليق شيري عادل. بس احنا كده يا جماعه نتقسم فريقين، فريق يراقب الغاز والكهرباء وفريق تاني يراقب البنزين والسولار، وانا عيني على سعر الصرف فانه هيبقى مرار طافح. طيب طالما دي طليقة السقا وده طليق شيري عادل يبقى احنا نجوز احمد السقا لشيري عادل، ويا دار ما دخلك شر ونعتبرها عمليه احلال وتبديل. والله قلبي عندك يا سقا يا حبه عيني، من زمان كان بيغني مره سابتني اعز حبيبه قمت بكيت والدنيا غريبه، هو كان فاكرها اغنيه ما كانش عارف ان ده مستقبله. الفكره ان انا لما قريت الخبر انا اصلا ما اعرفش مين طارق صبري ده ولا اعرف بيعمل ايه، لما دورت اكتشفت ان هو ممثل، بس اعتقد دي مش مهنته الاساسيه، هو مهنته الاساسيه من السيباريتد لافرز، عاشق للمطلقات، لان شيري عادل برضو كانت منفصله عن معز مسعود واتجوزها، ودلوقتي مع الصغير منفصل عن السقا هيتجوزها. اهيم في الطرقات واداوي المطلقات. وطبعا يعني بالزيرو ذكاء نقدر نستنتج ان استاذ طارق صبري ده دايما بيشتري عربيات يوزد، ما بيحبش الزيرو. انا قصدي يعني عشان ممثل مغمور فمش معاه فلوس، انتوا فهمتوا ايه؟ طب استنوا كده، انا عندي فكره، هي مها الصغير طليقه احمد السقا هتتجوز طارق صبري اللي هو طليق شيري عادل، شيري عادل كانت طليقه معز مسعود، معز مسعود كان طليق حلا شيحه، يبقى احنا نجوز احمد السقا لحلا شيحه عشان نقفل الدايره وما يحصلش اي تسريب. بس والله الوسط الفني ده وسط عسل، كله داخل على كله. بزراميط دي بزراميط. عجبني بقى جدا تعليق طارق صبري، يعني هو لما لقى الاخبار دي بدات تنتشر وريحته فاحت فراح منزل صوره ليه اللي هي الصوره دي وهو بيشرب فنجان القهوه، تحسه كان ناقص يكتب الكابشن ده، زي ما ادهم صبري الرجل المستحيل فطارق صبري الرجل المستحيل ستة قومه. او برضو كان ممكن يكتب على الصوره دي كابشن تاني، تشوفني تقول ده اخره بن بس في الحقيقه انا واد سهون، ووش ده كان هيبقى تعليق احمد السقا على البوست. ده انت عيل قليل الادب. طبعا كالعاده احمد السقا زي ما عودنا من ساعه ما بدات المشكله دي ان هو بيطلع يشردح في بوست، الراجل بيفضفض معانا متسبق وقلبه مكسور هيعمل ايه، وديتها ايه في الاخر بيمسح البوست وبيطلع يقول لا اصل مش انا اللي بكتب البوست ده، اصل اختي هي اللي كتبته. سبحان الله يا اخي، اخته هي اللي بتكتب كل البوستات ومش قادر ياخد منها الباسورد ويمنعها انها تكتب، يعني عبت احنا بقى ما علينا يعني. المهم ان هو لما انتشر الخبر ده انتشر معاه بوست برضه احمد السقا كاتبه، بيقول فيه ايه بقى، باي باي يا اكبر كدبه في حياتي، هي سقا جو تامر عاشور ده، وبعدين باي باي ايه وانت متضايق اللي انت مش طلقتها، طب ما الوليه من حقها بقى تروح تشوف حياتها ومستقبلها وتتنغنش، ولا انت يا اخويا كنت ناوي انك تصالحها وتردها؟ اعتقد يا سقا لو انت بقى عايز نتخيل المشهد اللي هو رايح يردها فيه هنعمله على مشهدك مع منى زكي في فيلم افريكانو، عارف اللي هو لو جاي عشان الورث فالورث راح، بس هنغيره هيبقى كده، لو جاي عشان تصالحها فمراتك اتاخدت، ولو جاي عشان تردها فردت الميه في زورك، بقول لك مراتك اتاخدت. والدليل بوست طارق صبري وهو ماسك القهوه، للقهوه انا كيف وفي شقط النسوان انا حريف، واعذريني عشان لو شفتك هنيئا لك بسبب الخطوبه بقى لازم يهنيها، واعذريني عشان نفس بين قوسين صبري اللي هو يعني عشان طارق صبري بيلقح عليه. والله يا سقا انا رايي انت تسيبك بقى من لقب الجدعنه وملك الجدعنه، انت يبقى اسمك ملك التلقيح والتسييح، سيحت لنفسك وللوليه وهبقى دمي تقيل، ده على اساس ان انت دمك كان خفيف وعادل امام واحنا مش واخدين بالنا، ورب السماء والبين قوسين الطارق اللي هو برضه بيلقح على طارق صبري. طب يا سقا ما تعمل له منشن، يعني خلاص انت قلت اسمه بالكامل في البوست وعملت قوسين فاحنا عرفنا واللي مش شايف شاف، واساسا الاخبار انتشرت وكلكم اتفضحتوا، يعني خلاص قول بقى منشن وخلصنا. وبعد كده كاتب سطر كله نقط، انا بصراحه مش قادر احدد دي نقط ولا دي دموعه كانت بتنزل تضغط على الكيبورد من الحزن. بايا نقطتين، قولها بايا لابوار اللي هو بتاع الجاتو، الست داخل على جواز مش لازم يروح يبارك لها وفي ايده حاجه، مش لاقي كلمه اقولها. يا سيدي حينما يعجز اللسان يبدا شخط الانسان، لان ليكي تمن واللي ليه تمن رخيص مهما غلي. يا جماعه يلا بقى سكسي كبير قوي قوي الاستاذ احمد السقا على الجمله المسرحيه دي. وفي اخر البوست حاطط برضه سطر اكبر من اللي قبله كله نقط، انا مش فاهم كل النقط دي ليه، وانت كنت متجوز مها الصغير ولا كنت متجوز دينا الرقاصه عشان تنقطها بكل النقط دي؟ والله يا سقا انت بوستاتك دي انت مش دخلتنا جوه حياتك، انت دخلتنا جوه اوضه نومك، دخلنا في السرير، وبالتالي من حقنا ان احنا نقول راينا ونهبد، ما انت اللي فتحت الباب بقى. يعني دلوقتي هتلاقي كلنا بنسال يا ترى هي سابته ليه ومش عايزاه ليه، وايه اللي لقيته عند طارق صبري ما لقيتوش عند احمد السقا؟ برضه الاجابه هنلاقيها في صوره طارق صبري. عليا
ماسكة فنجان تجيب اي مرات فنان. طبعا احمد السقا دي مش اول مره يطلع يشردح ويسيح الليله كلها، يعني من فتره برضو لما انتشر قصه ان هو طلق مراته وكتب بوست، اسماء وهبه عملت حلقه وقالت ان هو كلمها واعترف لها بلسانه وقال لها انا صارف على مراتي 150 الف جنيه استرليني و150 مليون جنيه مصري في سنه واحده. ايه يا جدعان الفلوس دي؟ ايه ده؟ هو انتوا كلكم نوالد بجوي ملايين بياما، انتوا بتجيبوا الفلوس دي منين؟ حراميه يا نور. وبعدين بقى سيبك من كميه الفلوس، انا عايز اعرف ايه حكمه الجنيه الاسترليني؟ يعني ده بيستخدم الجنيه الاسترليني ونوالد بيجوي بتستخدم الجنيه الاسترليني. ايه يا جماعه، هو الجنيه الاسترليني بقى العمله الرسميه لدوله ايجيبت غير الجنيه المصري بتاع مصر والغلابه اللي زينا؟ اي نعم معياش استرليني بس بنظره خليتها تجيني يا ذكري. وبعدين معلش بس يا سقا، هو ليه واحده يتصرف عليها 150 مليون جنيه في سنه؟ ليه؟ ده انت لو اديتها الفلوس دي عشان تروح تشفط من اول وجديد وتشد وتترد على البارد وتغير الشاسيه كله، مش هتصرف المبلغ ده. وطبعا بسمه وهبه بقى زاطت، دخلت هي كمان في الخناقه وقالت لك لا يا مها ما حدش هيصدق ان هو مد ايده عليك ومش عارف ايه. عندي سؤال واحد ليكي يا مدام بسمه، انتي مالك؟ بس سيبك انت يا مها، والله انا لو النت بتاعي سرعته ربع سرعتك في القدره على الموف اون كان زماني عملت داونلود لكل الافلام اللي نفسي انزلها.